نعم، في البداية الحمد لله وفقنا الله، وفق أسود الأطلس في مواصلة الرحلة التي للأمانة هي تعبر عن كل الشعوب العربية، عن كل المنتخبات العربية، تعبر عن قيمة التطور الحاصل في الكرة العربية والإفريقية، حتى لأنه يعتبر أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذه المرحلة، إلى نصف النهائي برفقة مدرب هو الأصغر في البطولة، وليد الركراكي 41 عام. نعم، كنا قد تخوفنا في الأمس على المنتخب المغربي، بالرغم من أن هناك إجماع على حب الأسود، على ما قدمه الأسود من شراسة، من تكتيك عالي، من انضباطية واضحة، من اللعب بروح الفريق الواحد أكثر حتى من الجرينتا الإيطالي. هناك أشياء في بعض الأحيان عندما يرتبط العمل بالتكتيك هو والانضباطية شيء يحدثك عن قيمة الأهمية لهذه المناسبة، لأنك لا تواجه أي منتخبات، كرواتيا، بلجيكا، ومن ثم إسبانيا في 120 دقيقة ومن ركلات الرعب وليست فقط ركلات الترجيح. والآن أمام المنتخب البرتغالي تدخل لديك غيابين مؤثرين منذ البداية، سواء نصير مزراوي أو حتى رفيق رومان سايس وهو نايف أكرد الذي لم يبدأ لأنه مصاب، وأيضا يلتحق به رومان سايس في مطلع الشوط الثاني. ولكن ومع ذلك ينجح أسود الأطلس بفكر المدرب وليد الركراكي في تسيير اللقاء. في البداية امتصوا حماس البرتغاليين، أمنوا الدفاعات، الحارس ياسين بونو كان على قدر الموعد، كان هناك تركيز واضح على أسلوب اللعب. في هذه المرة لم نشاهد كما في المرات السابقة، هناك تغيير في تكتيك اللعب، وهو عدم منح سواء زياش أو يحيى عطية الله الكثير من المساحات في التحرك إلى الأمام، إلا إن كان في الإسناد الهجومي، إلا إن كان هناك مساحات أمامية. سنأتي الحديث عن التكتيك نعم أكثر مع المدربين، ولكن معنويا اليوم الحلم يكبر شيئا فشيئا، وبعد أن أقصت المغرب بلجيكا ومن ثم إسبانيا ولا هذا المساء البرتغال، لنا حق بأن نطمح بأنها قادرة على إقصاء منتخب فرنسي قوي بطل العالم في المواجهة المقبلة. أنا قلت في أكثر من مرة، نحن نعيش الحلم مرحلة بمرحلة، لقاء بلقاء، لا نريد أن نتطلع كثيرا، ولكن نريد أن نفرح. في الوقت الراهن نحن في وقت الفرحة بما حققه المغرب منذ دور المجموعات. في كل لقاء أمام كرواتيا، أمام بلجيكا، في كل مرة يزيدون من الثقة في أنفسنا، يعطوننا دافع إيجابي بأننا قادرون، لدينا منتخب رائع، لدينا أسلوب مميز، قادرون على مجاراة الأوروبيين وتقديم كرة أفضل مما يقدمون حتى، وبشكل مقنع للغاية وعن جدارة واستحقاق. ولا لقاء حتى اللحظة كان فيه المنتخب المغربي هو الفرق الأضعف أو الفريق الأكثر أخطاء، يلعب على إمكانياته. نعم، على وهذا ليس عيبا، وهو الأكثر واقعي، كان الأكثر واقعي وهو الأكثر نجاح. واقعية مغربية تقود المغرب للدور نصف النهائي بانتظار اختبار صعب أمام المنتخب الفرنسي. كابتن خالد، المباراة بدأت تقريبا بسيناريو مشابه لسيناريو مباراة البرتغال أو إسبانيا والمغرب في الدور السابق، لأن البرتغال والمغرب وإسبانيا شبه الجزيرة الآيبيرية بيضلوا يفوتوا بالدماغ عندي على بعض. طيب المغرب نجح بإقصاء المنتخبين الجزيرة الآيبيرية أو شبه الجزيرة الآيبيرية. المباراة بدايتها كانت مشابهة لسيناريو مباراة إسبانيا، لكن هذا السيناريو اختلف بهدف مغربي ملعوب قبل نهاية الشوط بارتقاء تاريخي للنصيري 289 سنتي، قد يكون هو الأعلى أو كريستيانو رونالدو عنده ارتقاء أعلى، يعني لغاية الآن لم تتأكد المعلومة، ولكن أسلوب نجح من خلاله الركراكي بخطف هدف بتوقيت مثالي. أهمية التوقيت قبل ذلك نتحدث عن الهدف. هنا كرة عرضية تأتي إلى النصيري داخل المنطقة، يعني شفنا الارتقاء، شفنا الكرة العرضية من لاعب يعني كان بعيد عن المشاركة وبعيد عن المنافسة، كان هو حل بديل في هاي البطولة. وشفنا العمل اللي قام فيه سواء بالتغطية الدفاعية سواء بالإسناد الهجومي، إكمال الفرص، وشفنا له فرصة كانت في نهاية الشوط، هدف جميل. شوف الارتقاء، يعني أتى من الخلف، غيب حارس المرمى تماما، مراقبة المدافع يعني كانت شبه بعيد عن اللاعب، يعني هم اللاعبين راجعين شايفين الكرة، مش شايفين اللاعب انه جاي لاعب منقذ من الخلف. وهي التحركات الموجودة عند النصيري بصراحة، حوالي 3 أمتار ارتقى تقريبا 289 بصراحة. أنت لاعب يعني طويل القامة، نعم، ليس سهلا أن تقفز لهذا الارتفاع. يعني هو طوله تقريبا متر و89، يعني مش أكثر من 2 متر. يعني الارتقاء بدل على الجاهزية، بدل على التدريبات، التميز لهذا اللاعب. وجوده في الدوري الإسباني أكيد مش من فراغ أتى. بصراحة الروح اللي كانت موجودة اليوم في منتخب المغرب بعيدا عن الأمور الفنية، اسمح لي أخي معا تفضل، يعني نوقف احتراما للمنتخب المغربي. احنا يعني دائما بنأزرهم بصراحة، هم رفعة الكرة العربية وكانوا حاملين على عاتقهم انه يبسطوا جميع الوطن العربي. بصراحة معدلات جري عملت في هاي المباراة، الروح والجرينتا، شفنا الانضباط التكتيكي العالي جدا.
بتغيير 3 لاعبين أو 4 لاعبين شفنا نفس المنظومة بتعمل مع بعض، كل المنظومة بنفس الرتم بنفس الأداء بنفس الشكل. شفنا جاهزية عالية، أول منتخب عربي وأفريقي زي ما حكوا إنه بيوصل لهي الأدوار، بصراحة فخر إنه شفنا التنظيم. هذا المونديال راح يعمل فوارق كبيرة. شفنا التنظيم بداية تنظيم عربي يعني يحترم، يعني شفنا وصول منتخب عربي لهي الأدوار النهائية. فأكيد إحنا فخورين في هذا الأداء، فخورين في هذا المنتخب، فخورين بالمدرب المحلي وليد الرقراقي. بصراحة يعني عمل شكل للمدرب المحلي إنه قادر إنه يقود فريقه، قادر يقود منظومة، قادر إنه يكون على قدر المسؤولية في هذه المشاركات العالمية. على ذكر